عارفين ليه زمان كان كل الشهداء لازم يتقطع راسهم علشان يستشهدوا؟ دايما بنلاحظ ان اغلب الشهداء استشهدوا بقطع الراس، مع انهم قبلها بيكونوا اتعذبوا كتير جدا وعذابات مختلفة، وكل طريقة فيهم ممكن تكون اصعب من قطع الراس نفسه، ولكن بنشوف ان الله كان بينجيهم من كل العذابات دي لحد ما يتقطع راسهم. طب ليه ما كانوش بيستشهدوا بعذابات تانية؟ وليه لازم قطع الراس؟ ركزوا معايا. ايام حكم الرومان دايما الرومانيين كانوا بيعتبروا نفسهم انظف ناس في الدنيا، واي حد غير روماني كانوا بيعتبروه مش انسان وبيتعامل معاملة وحشة جدا. وفي اي مكان كان الشخص الروماني ليه طريقة معاملة خاصة جدا، حتى لو بيتعاقب فكان ليه طريقة عقاب معينة بكرامة، وكانت قطع الراس طريقة خاصة بالرومان وبس، علشان حتى لو المواطن الروماني اتحكم عليه بالموت يموت بكل كرامة عكس باقي الطرق. وهنا نيجي للشهداء، واللي كتير منهم ما كانوش رومان اصلا، فلما كانوا بيتقدموا للاستشهاد كان بيفضل الوالي يجرب معاه كل اساليب الموت وعذابات كتير جدا علشان يقللوا منهم، ولكن هنا بيتدخل الله، وكان دايما بينجي كل الشهداء من كل انواع العذابات اللي بيتعرضوا ليها، علشان يثبت للرومان انهم لو فاكرين انهم هيخلوا المسيحيين يستشهدوا زي المجرمين ويقللوا منهم في نظر الناس، فبيقول لهم ان الشهداء دول بتوعي وانا هنجيهم من كل الطرق دي لحد ما الوالي او الملك يؤمر بنفسه بقطع الراس، فيموت الشهيد باكرم طريقه قدام كل الناس، واللي كانت خاصه بالرومان نفسهم. وعلشان كده بنلاقي ان اغلب الشهداء استشهدوا بقطع الراس. فكنيستنا مليانه اسرار ولسه فيه اسرار اكتر.